أنا نعيمة على الحبيب. بشتغل هين بمعمل دربستية، معمل النسيج السيكا، وأتمنى أنه يتطور أكثر، وأنه يجي بناتنا يبلع على المكانات. وإحنا هسه عندنا نشتغل 6 بنات، ومعانا 4 شباب. والله وشجعني أخوي على هالشي هذا، أخوي عبد الرزاق قال والله اطلعي اشتغلي لا تضلين بالبيت بحبوسة حريتك، روحي اطلعي على المعمل اشتغلي. قلت خير ان شاء الله، وهو شجعني على هالشي. لما جيت هين بالله ارتاحت نفسيا وجسديا، والحمد لله الفضل كله يرجع لمحمد خير، وهو ساعدنا على هالشي. قال اشتغلوا بهالمعمل وبالله بترتاحون، يعني اشتغلوا وش قد ما فيكم اشتغلوا. قلت ان شاء الله، واتمنى انه يعني يجيبون مكانات النوب على هالمعمل. أنا اسمي ليلى أحمد الحبيب، وأنا عم بشتغل هون بالمعمل، ونحن 6 بنات. قبل كنت قاعد بالبيت ما في عندي شغل، وهلا الحمد لله عم نشتغل بهالمعمل، ونجي من الساعة 8 ونرجع على البيت الساعة 3، والحمد لله متفاهمين وما بفرق بين الكردي والعربي، وكثير والله مرتاحين بهالشغل. والله قبل هالمعمل نحن ما كان عنا شغل وحالتنا تعبانة، بس هلا تحسن وضعنا الحمد لله. وسهلا فيكم، تشرفتونا. ثاني شيء اسمي خالصة صالح، بشتغل بمعمل أكياس. نحن تقريبا بهالمجال تقريبا شي 6 بنات، نحن مداومين تقريبا من الساعة 8 جايين، من الساعة 3 وشوي ينتهي دوامنا. هن 6 بنات، على حسب كل ماكينة، حسب كل بنت تقف عليها، وفي عنا قصاصة 2 رح يقفوا عليها. المكانات اساسيات الخيطان وهالشغلات، هالامور هاي اللي ينتج منها الكيس، ونحولها بقى على القصاصه بقى تقص الاكياس، وهيك يعني يصير العدد ونحطنا على طرف كمان. بس اذا كان في يعني خربطه او شغله او شيء هيك، في مثلا مسؤول او شيء لما تعطل الماكينه او شغله شيء بسيط، في مين يعني يدير هالمسؤوليات هاي. وتقريبا نحن هلا الحمد لله يعني كل شيء فاهمين، والحمد لله ما في اي ازعاجات ولا في اي امور يعني في لبكه او شغله ابدا، ما في اي من هالامور هاي الثانيه. يعني قبل كانت المراه العربيه بشكل عام تحديدا يعني كانت متحوطه من كل شيء، يعني متقيدة بكل الأمور مثلا العائلية، مثلا من كل الأمور تخصها. يعني هلا لا، الحمد لله يعني صار عندها مجالات، صار عندها اسم، صار عندها يعني شهرة كثير. الأزمة هاي المرأة العربية أخذت كل حقوقها وكل واجباتها وكل اللي كانت يعني مثل ما تقولي بسجن، وانفتح عليها. وشكرا.